هذا يا ابو الحبيبات بتلاقي مثلا بصيبك وجع ببطنك، بتطي على الشارع بلاقيك واحد من اصحابك، واحد قاعد بباب دكاني، واحد بيطلع معك. شو مالك زم والله مصاريني تتقطع. شو قال لك ايه يا زلم، خالي نفس قصتك. راح يا معلم، وصفوا له وصفه بتنقع شيح وتصحى الصبح تشربه على الريق ولا كأنه في شيء. ترد تمشي بتلاقي واحد بيقول لك، تقول والله مصاريني هيك حاس فيها مباراة كرة السلة. يقول لك ايه يا زلم، جوز عمتي زي هيك عانى ولك ما خلاش اخصائي، لا بالخدمات لا بالمستشفى حكومي لا خاص لا اشي، ولا حلوا له اياها. اخر شي قالوا له عن وصفة بتجيب زيت زيتون، بتدق محن شروش زعرور وتاكلين قبل الاكل. والله تقول مسحة نبي. بترد بتلاقي واحد بتقول له والله هيك هيك، قال لك ايه يا زلمة، صارت مع عمي مرمر وتمرمر هو شو اسمه معدته. وصفوا له بتجيب شوية زيت زيتون وبتنقع فيهن تبن وبتحركهم مظبوط الهم لله مع قبل صلاة العشاء. المهم طبعا كل واحد بكتب له بيسولف لك وصفة، وين ما كل ما لقيت واحد بيسولف لك وصفة شكل، اخر شيء بترجع شو اسمه، اطباء الحكومة بقصوا لك معدتك من التجارب تبعته.